السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. النهاردة الفيديو ده والمعلومة دي لأي واحد عنده سيارة. لو أنت عندك سيارة اسمع المعلومة دي. أولا، أنت لو اشتريت السيارة دي من شخص تجيب شهادة مخالفات الأول إن السيارة ما عليهاش مخالفات سابقة. لكن النهارده عندنا قضية متداولة في مكتبنا إن شخص بيشتري سيارة وبعد ما يجي يشتريها يجي يفحص ولا يجدد يلاقي عليها 20 25,000 15,000 مخالفات متراكمة عليها ولازم هو يسدد. ما ينفعش. انت النهارده عشان تشتري سيارة لازم تكون محصن نفسك، يجيب لك شهادة مخالفات بتاريخ اليوم اللي انت هتشتري فيه ان العربية ما يكونش عليها مخالفات، بحيث لو عليها مخالفات يتولى البايع تسديدها وانت مطالب باليوم اللي انت اشتريته فيه فيما بعد. انتظروني في فيديو جديد اقول لك لو انت بعت سيارتك تعمل ايه.